الله جميل يحب الجمال، ولكن الجمال في هذا الزمان ولا تجارة. كل يوم تتبدل معايير الزنا، وكل وحدة تجري باش توصل لهذيك الصورة اللي ماشي ديالها. هاد الظاهرة تسمات باربي سيندروم ولا مرض. ولكن السؤال الحقيقي هو: واش هاد الزنا اللي تترضي بها الله، ولا زنا تترضي بها الإعلانات؟ في القرآن الكريم الله ما حرمش الزنا، وبالعكس قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ولكن الله أعطى لنا ميزان وقال: لا تبدون زينتهن إلا ما ظهر منها. الإسلام كيبغي المرأة تكون جميلة أنيقة مرتبة، ولكن بشرط أن الجمال يكون وسيلة لرضا الله، ماشي وسيلة للفتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل وكان يطيب، حتى الصحابة ما كانوش يخرجوا مبهدلين، ولكن كانوا كيعرفوا حدود الزنا التي تفرح القلب والتي تثير الأنظار. الزنا اللي فيها نية طيبة، الزنا اللي تتفرح الزوج وتتشرح النفس وتتخلي الملك يبتسم. فرق كبير بين وحدة تتزين لأنها ممتنة لله على النعمة اللي تنعم عليها، وبين وحدة تتزين علاش؟ حيت خايفة ما تعجبش الناس. بين وحدة اللي تجمل للأنوثة ديالها ولا الزوج ديالها ولا الذات ديالها، وبين وحدة تتجمل للسوشيال ميديا واللايكات والناس وما عندهاش الثقة في راسها. التزين ماشي حرام، ولكن بلا ميزان الشريعة تولي عبء، تولي حتى باب من أبواب الفتنة. فاش تتزين المرأة لله وتتحول المكياج إلى صدقة، كل حركة في العطر أو اللباس تتولي عبادة مخفية تؤجر عليها. إلا عجبتك هذه الحلقة شاركيها مع أي وحدة بغيتيها تعرف كيفاش تكون زينتها على ميزان القرآن. وخلي لي تعليق، شنو بالك؟ الزينة زينة الفطرة ولا زينة السوق؟